يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في دروس التوزيع الموسيقي. النهاردة هنتعرف على برنامج النكسس، وهو بلجن شامل الآلات. هتشوفوا شكله دلوقتي. ده النكسس نكسس 2. ده برنامج خطير جدا، في حاجات كتيرة، في بادز هنسمع دلوقتي مع بعض. طبعا دي أصوات البرنامج. هنا انت بتهدي صار الصوت خالص، لو عايز تقفله ده خاص بالديلاي. طيب في برضو الآلات بتبقى كلها هنا، يعني أنا مثلا لو عملت كده بيفصل حاجات وبيشغل حاجات. كمان من هنا بتقدر ممكن يعني بتغير النمط بتاعها. يعني كده هو لو انت لابس هيدفون هتلاقيه جايبها من السماعة دي ومن السماعة دي. طيب طريقة العزف كمان ممكن تتغير، يعني هنا الطريقة دي كده ممكن نخليها كده مثلا. كده طيب نجيب صوت تاني مثلا. دي بادز. طيب خلينا اقول لك البرنامج ده بيستخدم في ايه. يعني بيستخدم في حاجات مثلا انت ممكن تحطها كده، مثلا دي بتبقى تحت الايقاع بتاعك، بتحرك الايقاع بتاعك وبتديله حس كويس، يعني بتدي الموضوع اندماج كده هنا انت ممكن تعمل. مثلا وبتهدي من هنا الديلاي لو انت مش عايزه. احنا جدا بالصعب يعني. طيب ايه الاصوات اللي ممكن؟
تقدر تغير من هنا طبعا طريقة اللعبة بتاعتها، ممكن تشيل حاجات. طيب يبقى بنفس الاسلوب ده كده. من هنا طبعا بتخليها يعني هنا بتقدر تتحكم انت شغال على كام مزورة، عايز تشتغل على 1/4 ولا على 1/8 ولا على 1/16. على 1/4 بيلعبها لك بنفس الزمن 4 مرات، وعلى نفس الزمن 8 مرات. لو 1/8 هيلعبها لك ال8 دول. على 16 هيلعب لك 16 على دول. حسب ما انت يعني رصص الموازير بتاعتك ازاي بتقدر تتحكم هنا في السرعة. المهم ان هي تبقى لعبة على نفس الزمن. الواتش لما بتتحط من تحت كده التوزيعة بتاعتك بتدي شكل جميل وجمالي، وطبعا زي ما انت سامع الموضوع جودته عالية لان النكسس ده لا غنى عنه. ودي طبعا الفويس. كده زي كرول. اللي عايز البرنامج يتواصل معايا واتس، هتلاقيني سايب لكم الرابط اسفل الفيديو، او هتلاقيني سايب لك رقم الواتس بتاعي اسفل الفيديو. البرنامج